السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في كل بيت في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم، وحشتوني جدا. الحلقة دي فيها كل شيء، أخبار بما يخص الأهلي والزمالك وبيراميدز، وكمان فيها توقعاتي. ملك التوقعات هيتوقع اليوم مباراة الأهلي وبرشلونة غدا إن شاء الله. غدا مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان غمبر. غدا مباراة الأهلي وبرشلونة في كأس خوان غمبر. جايلكم بالتشكيلة اليوم، جايلكم بالتشكيلة، جايلكم بالتوقع. التوقع والتشكيلة. ملك التوقعات هيتوقع مباراة الأهلي وبرشلونة، وإن شاء الله هتشوف النتيجة دي هتحصل غدا. أولا مفاجآت في تشكيلة الأهلي وبرشلونة. الحسين عمودة مش قلتها لكم في حلقة سابقة، ما عندوش حد بديل احتياطي أساسي، لا هو اللي يجتهد معه هيلاعبه. وبالفعل حارس المرمى مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي أمام برشلونة في كأس خوان غمبر. باك يمين محمد هاني اللي مش بيتغير في الأهلي، كله يتغير إلا هاني. باك شمال المفاجأة الكبرى كريم الدبيس. باك شمال كريم الدبيس بنسبة 90%، وكريم فؤاد بالنسبة الباقية. بس مفاجأة إن كريم الدبيس هيبتدي كباك شمال. توفيق محمد لسه بيشهد للمباريات. توفيق محمد اللي انتهت صفقته بالمناسبة من نادي بتروجيت أو السويس بتروجيت حاليا بمكالمة التليفون. خط الوسط المفاجأة الكبرى، الصدمة لجمهور الأهلي والزمالك وجمهور الشرق الأوسط. زيزو هيلعب غدا خط وسط. زيزو زيزو احنا عارفينه مع الزمالك جناح يمين. مع الزمالك لعب مباراة 5 سنين جناح يمين وتألق. راح الأهلي ما تألقش في الجناح اليمين ده، ما لعبش أساسي. فبكرة الحسين عمودة هيوظفه في وسط الملعب كرقم 8 بدل مين؟ بدل أليو ديانج اللي راح فالنسيا الأسباني. وكمان مع النجم الكبير نجم نادي إنبي علي محمود صاحب ال 23 سنة. يبقى 8 زيزو علي محمود 6، يبقى خط الوسط زيزو علي محمود، والأخير مروان عطية مسمار خط الوسط. مسمار خط الوسط. واحد يقول لا عيدهم تاني. خط الوسط علي محمود نجم إنبي، واحمد سيد زيزو، وكمان مروان عطيه. فانا امام متمسك بعرض كونيا سبورت اللي هننهي ان شاء الله معكم التشكيله من ثم اتي على امام عاشور وعرض كونيا سبورت، والاهلي يرفض وما يرفضش. بس المهم امام عاشور مش هيلعب غدا. هل هيقعد دكه؟ طبعا ممكن، وارد يقعد دكه، وممكن كمان يبتدي المباراه. لحد دلوقتي التشكيله دي اللي نازله لحد دلوقتي المتسربه من اداره النادي الاهلي من داخل النادي الاهلي هما حارس المرمى شوبير، باك يمين هاني، باك شمال الدبيس، خط الوسط علي محمود وزيزو ومروان عطيه، وينج يمين او جناح يمين، يعني اللي انتوا حابين تقولوا هو مين هو الشحات النينجا. وناحيه الشمال منصف بكرار او مين؟ منصف بكرار او بن شرقي، لانه رحل تريزيجيه للرياض السعودي. وبالنسبه للرياض السعودي كسبت الذل في كاس خادم الحرمين 3-0 وتاهلت لدور ال 16. مش موضوعنا. المهم وينج يمين الشحات النينجا، وينج شمال منصف بكرار او بن شرقي. والمهاجم هما 2 ما استقرش على واحد منهم عموته. هل يبدا باقطاي وسفيان بن جديد المغربي يقعد بديل، او يبدا بسفيان يقعد بديل اقطاع عبد الله اعلم. بس هو سفيان بن جديده المهاجم غدا، سفيان بن جديده على حسب كلام الاهلي. من هو الحارس؟ شوبير. الدفاع، خط الدفاع ياسر. خط الدفاع ياسر ابراهيم، ومش عمرو الجزار. اتألق في التدريبات، متألق بشكل كبير جدا، متألق بشكل مبهر. نجم غزل المحله سابقا. عمرو الجزار متألق، بس مش عمرو الجزار، ياسر ابراهيم. وهذا الرياض اللي ابتدوا الاهلي دفاع غدا. وينج يمين زي ما قلنا هانو، وينج شمال الدبيس. خط وسط
علي محمود ومروان عطيه واحمد سيد زيزو. جناح يمين او وينج يمين الشحات، وينج شمال هو منصف بكرار او اشرف بن شرقي، والهجوم سفيان بن جديده. ادي تشكيله الاهلي. صدفه وصدمه ومفاجاه داخل تشكيله الاهلي. ليه؟ قفشه ما لعبش، النجم الدولي اشرف داري ما لعبش، رضا سليم ما لعبش، اكرم توفيق ومحمود صلاح وتوفيق محمد المهاجم كل اللي جابه ده ما لعبش. هل يعمل زي الموسم اللي قبل اللي عدى الاهلي والموسم اللي عدى يجيب لعيبه ويمشي لعيبه، يجيب مدربين ويمشي مدربين؟ لا، ان الاهلي جايب مدير فني مخضرم اسمه الحسين عمود، هتشوفوه في الموسم الجديد. فالتشكيله دي بنسبه 99% تلقاها مباراه الاهلي غدا امام مين؟ برشلونه في كاس العالم. طب طاهر محمد طاهر بديل، وممكن بديل كمان ينزل في وقت متبكر. ليه؟ لانه مقتنع بيه تمام الاقتناع الحسين عمود. ادي توقعات ملك التوقعات، توقعات ان شاء الله ما هتخيبش التوقيع. احنا كلنا متمنين الاهلي يكسب، تمام، بس في التوقعات انا ما عنديش الاهلي هو يلاعب داخليه ممكن اقول الداخليه تكسب. ليه؟ لان التوقعات لا تمت بالواقع، هي توقيع وخلاص يعني، وربنا يوفق. فالاهلي وبرشلونه غدا، برشلونه هتكسب 2-0 على الاهلي، وان شاء الله الاهلي يقدم مباراه كويسه جدا، ونتمنى الاهلي يكسب في الاول والاخر. بس برشلونه هتكسب 2-0 على الاهلي، برشلونه هتكسب 2-0 على الاهلي. واللي يسجل الاجوان ان شاء الله يتالق حمزه عبد الكريم ويسجل جون، وكلنا نفتخر بيه النجم المصري اللي تالق في مباراه بازل. القرار الثاني الخبر الثاني، امام عاشور. يا امام اقعد في الاهلي، اديني قاعد اتدرب، اديني بتدرب، بس انا زعلان يا اهلي، ارفع رد. قال له احنا حاطين سقف الرواتب اللعيبه مش هنقدر نكسره يا امام، انت من الفئه الاولى وتاخد مرتب محدد. زيزو نزل عرضه، اللي ما رضيش ينزل عرضه تريزيجيه وراح الى الرياض السعودي. فامام عاشور قال لهم لا، انا هتدرب وابقى تبع الاهلي وادي روحي للاهلي وابذل قصارى الجهد للاهلي في التدريبات، مش هتمرد، بس انا عاوز امشي اروح كونيا سبورت. مين يا امام؟ كونيا سبورت. جابت لك كام يا امام العرض؟ قال الاول 5.5 مليون دولار. قال له لا. 6.5 يا اهلي؟ قال له لا. كونيا سبورت اليوم ومن خلال ساعات وصلت عرض الاهلي، بعد عرض الاهلي بقيمه 7.5 مليون دولار. الاهلي رفض ونزل بيان الاهلي قصير قال امام عاشور مش للبيع الموسم ده. الاهلي قفل على كونيا سبورت بالضبط والمفتاح. وفي اخبار متسربه من نادي اتحاد جده، الاتحاد جده مكمل في عرض هيبعت عرض لامام عاشور بقيمه 9 مليون دولار، اثقوا فيه ان شاء الله. بس الاهلي برضه مش هيرضى بالعرض ده وهيرفض هذا العرض، مش لقله قيمه العرض. الاهلي لو وصل العرض ل 10 مليون دولار ممكن يرفض برضه. طب ما الاهلي حاضر من 10 ل 12. لان امام عاشور مش هيتعوض. امام عاشور نجم الوسط، نجم الدوري المصري وافريقيا، وكمان الذي تألقوا من احد الناس او من احد اللعيبه اللي تألقوا في كاس العالم للمنتخبات مع حسام حسن، مدرب منتخب مصر. يعني حسام حسن المدرب الكبير جدا، وحسام حسن ان شاء الله قريبا اتحاد الكوره هيعلن تجديد حسام حسن. المهم امام عاشور والقصه كامله مش هيرحل عن الاهلي، وامام عاشور مش بيتمرد وهيتدرب مع الاهلي. ممكن تلاقيه غدا في مباراه الاهلي وبرشلونه الله اعلم، بس التشكيله اللي قلتها دي 90% او 99% هتبقى هي. الخبر الثاني جمهور الزمالك مش هتستحمل الازمات. تشوفوا بنزا وعبد الله وكمان مين؟ خوان الفينا بذيرة لحد دلوقتي رافض يرجع الدوري، رافض يرجع الزمالك. والزمالك عنده ماتش يوم الجمعه مع الاتحاد الاسكندري. ايوه. وطلع خالد الغندور نجم الزمالك السابق قال ايه؟ قال ان الزمالك هيبعت شاف الزمالك هيبعت فلوس والمستحقات بتاعت خوان بذيرة بتاعت شهر 9 اللي عدى. يا الهي، 9 اللي عدى، شهر 9 اللي عدى، شهر سبتمبر اللي عدى. انت ايه متخيل؟ فهيبعت عرض، هيبعت قيمة الصفقة لإخوان
قيمه الفلوس يعني، او جزء من فلوس اخوان الف نبذيره، لان يرجع القاهره، واخوان الف نبذيره يرفض هذا ومش هيرجع القاهره اخوان الف نبذيره. قرعه الدور التمهيدي لكاس مصر اتعملت اليوم، وان شاء الله كاس مصر دور التمهيدي ال 32 هيبتدي، دور 32 هيبتدي في شهر نوفمبر. قرعه الدور التمهيدي الاول اتعملت اليوم، من ثم الدور التمهيدي الثاني الثالث والرابع، من ثم نبتدي في دور 32. الزمالك نجح في جياب مبارياته، نجح لنقل مباراته مع اسبورت الجيبوتي، المباراتين اللي في دور 64 في دوري ابطال افريقيا الى القاهره. يعني مباراتين الزمالك واسبورت الجيبوتي في دور 64 هيبقوا المباراتين في القاهره ان شاء الله. ان شاء الله مباراتين هيبقوا في القاهره. اخر خبر معانا اليوم، معتمد جمال يرفض المجازفه بشيكوباندا وعبد الله السعيد اللي بيتدربوا في تدريبات الزمالك الجماعيه استعداد الموسم الجديد. معتمد جمال المدرب المخضرم رفض مشاركه شيكوباندا على اليمين او الشمال. يعني شيكوباندا بيلعب الاثنين، طرف يمين وطرف شمال، وينج يمين وينج شمال. رفض يلاعب شيكوباندا كوينج شمال مثلا، ورفض يلاعب عبد الله كخط وسط. وهيلاعب مين بدالهم؟ هيلاعب الشابين احمد شريف، وهيلاعب ان شاء الله ايشو وينج يمين، او يلاعب لاعب اخر. ورفض المجازفه بعبد الله السعيد وشيكوباندا كطرفين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.